هو أنا مستقلة ولا أنا متعودة أتعامل لوحدي علشان أنا مفيش حد ساندني؟ طب هل أنا قوية فعلا ولا أنا متعودة ألم نفسي في كل مرة بقع فيها لوحدي علشان أنا مفيش حد جنبي؟ طب هل أنا مستقلة ولا أنا مفيش حد بيسأل عليا فاضطريت أتعامل لوحدي؟ طب هل أنا حابة العيشة لوحدي فعلا ولا أنا اخترتها علشان مفيش حد اختارني؟ بنات كتيرة جدا فاهمة مفهوم الاستقلال ده بشكل تاني خالص، مفكرة إنها عشان تكون مستقلة لازم تبعد عن الناس كلها، والبنت المستقلة دي مفروض إنها ما يكونش ليها أهل، ما يكونش ليها صحاب، ما يكونش ما فيش حد يكون مهتم بيها وكل الكلام ده، فتقرر إنها تكون مستقلة. ولكن فرق كبير جدا بين إنك تبقي مستقلة وبين إنك مجبورة تبقي كده، مجبورة تبقي لوحدك فقررتي إنك تبقي مستقلة. فرق كبير وفرق شاسع. مشروبك طيب خلينا كده في الأول نعرف يعني إيه استقلال أو مين هي البنت المستقلة فعلا. البنت المستقلة هي اللي برغم من وجود الناس حواليها وفي ظهرها، وركزي في الكلام ده كويس قوي، في ناس حواليكي وفي ظهرك، وفي أي وقت هتلاقي اللي بيدعمك سواء ماديا أو معنويا، بس انت اخترتي انك تكوني مستقلة. هنا نقدر نقول عليكي بنوتة مستقلة. والبنت المستقلة فعلا هي اللي ما بتخافش تطلب وما تخافش انها تحس انها عبء على حد، وما بتقاومش شعورها بالوحدة بالكبرياء، اللي هو انا وحيدة، انا ماليش حد، انا مفيش حد بيسأل عليا، مفيش حد في ظهري. بس مثلا حد يجي يطلب منها انها يدخل حياتها ويبقى في جنبها، لا 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 لا، انا مش عايزة حد معايا، لا 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 لا، انا مش محتاجة حاجة من حد. بتقاوم شعورها بالوحدة بالكبرياء. عايزة تبقي مستقلة؟ اعرفي امتى تكوني لوحدك وامتى تدي مساحة للناس تدخل حياتك. هنا برضو نقدر نقول عليك انك مستقلة. والاستقلال الحقيقي هو اني اعرف افرق ما بين العزلة وراحة البال. يعني ما اعتزلش الناس وابقى وحيدة، بل بالعكس اعرف ازاي اتعامل ويكون حواليا ناس، بس في نفس الوقت اكون بعرف اريح دماغي وما اشغلش نفسي بحد. وسواء المستقل ده راجل او ست، فانا عاوزاكم تعرفوا ان وجود الطرف التاني في حياتنا ليه عامل كبير جدا، خصوصا لو الطرف ده سوي نفسيا. هتلاقي نفسك على الرغم من وجود شريك معاكي في حياتك بتعرفي تبقي مستقلة، بتعرفي تنجحي، بتعرفي تطوري من نفسك، لمجرد بس ان في حد في ظهرك، ووقت ما تقعي هيسندك وهيشيل عنك لحد ما ترجعي تقفي تاني على رجلك. اصل في بنات كتيرة جدا فاهمة ان الاستقلال ده اللي هو انا ما ينفعش احب، ما ينفعش اتحب، ما ينفعش اتجوز، ما ينفعش ادخل في العلاقات، ما ينفعش يبقى ليا اهل زي ما قلت، لازم اكون وحيده مقطوعه من شجره علشان يتقال عني ان انا مستقله وعارفه اشيل مسؤوليه نفسي. لا، وكل ده مش معناه استقلاليه ابدا، بالعكس كل ده بيدخل تحت صوره الاستقلال الاجباري. انت مجبره تبقي كده بس عشان انت مفيش حد في ظهرك ومفيش حد يساعدك ومقطوعه من شجر. يعني هتلاقوا البنوته اللي هي فاكره نفسها مستقله لمجرد بس انها نزلت اشتغلت وهي مضطره انعزلت عن الناس وبطلت تطلب المساعده او ما بتطلبش اصلا المساعده، وقررت انها متفكرش في الجواز وتعيش حياتها وحيده كده لوحدها، وفي الاخر ترجع تقولك انا مستقله. فين الاستقلال ده يا بيبي؟ انت دفنتي نفسك بالحياه، انت نزلتي اشتغلتي عشان انت مضطره مش عشان انت قويه ومستقله، وبتعملي كل حاجه لوحدك عشان انت وحيده وانت مفيش حد حواليكي، مفيش حد بيقولك مالك، فبتلمي نفسك بنفسك، فانت برضو مش مستقلة، انت برضو وحيدة وملكيش حد. ولكن عشان ما نكونش يعني قاسيين زيادة عن اللزوم، فالبنت دي قوية برضو. ولكن القوة مش معناها ان انا دايما اشيل فوق طاقتي واشيل حمل ازيد من حملي وكل الكلام ده. ومش معنى كده ان انا بقول ان الناس اللي ملهاش اهل دي مفروض انها مثلا ما يتقالش عليها مستقلة، او ان مثلا ما فيش طرف تاني في حياتهم برضو ما يتقالش عليهم مستقلة او كل الكلام ده. لا، بس لما ما تبقيش بتطلبي المساعدة من حد، ما تبقيش قادرة تقولي انا تعبت كفاية كده مش قادرة اكمل، برضو ما تبقيش تعرفي تهتمي بمشاعرك وتبقي خايفة دايما انك تقولي انا زعلانة او مخنوقة وتعبري عن الحاجة اللي مضايقاكي، فده ما اسموش استقلال. بس لو هتعملي عكس كده فانت هتخسري نفسك وهتخسري نفسيتك، ووقتها هتبقي شايلة حمل اكبر من حملك. والكلام ده مش للبنات بس على فكرة. مش معنى انك راجل مستقل واقف على رجلك تخاف تطلب المساعدة لانك راجل، او لانك خايف يقولوا عليك مش قد المسؤولية فتقرر تعيش لوحدك ما تهتمش لنفسيتك.
وفي الاخر للاسف الراجل اللي بيضغط على نفسه وما بيعرفش يعبر عن مشاعره ويقول انا تعبت او محتاج ارتاح او انا متضايق او زعلان، هيكون سبب في مشاكل كتيره جدا لنفسه ولنفسيته. ولو فكرت انك تتجوز وانت ما بتعرفش تعبر عن مشاعرك، علاقتكم كلها هتبقى مشاكل وخناقات طول الوقت، عشان البني ادمه اللي مش مطلوب منها ابدا انها تقرا افكارك وتعرف انت متضايق دلوقتي ولا لا، ولا الناس عموما. انا عارفه ان في منكم كتير قوي بيحس نفسه تقيل لو طلب حاجه من حد او عبر عن مشاعره، وفي منكم برضو اللي خايف انه يتعود على حد ويسيبه ويمشي. بس احنا بالطريقه دي مش هنعيش. هنا افهم ايه بقى، ان مش اي حد بيشتغل وعايش لوحده نقول عنه مستقل. شوف شخصيته الاول، في ناس حواليه ولا لا، بيعرف يعبر عن مشاعره ولا لا، بيعرف يطلب المساعده ولا لا، وقتها بقى نقدر نقول عليه شخصيه مستقله. يعني في بنات كتيرة جدا من بره نشوفهم نقول قد ايه قوية وجامدة وتقدر انها تعرف تعمل كل حاجة لوحدها، لكن الحقيقة ان البنات دي بتبقى شايلة فوق طاقتها ومحدش واخد باله كتير بقى منكم دلوقتي بقى فاكر ان الاستقلال اللي المفروض يكون قوة بقى عزلة، بقى انك تعملي كل حاجة لوحدك، مش لانك بتحبي كده ولكن لان مفيش بديل. فانت كده مش بتستقلي بنفسك ولا حاجة، انت بتنجحي غصب عنك، عشان انت عارفة انك لو وقعتي مش هتلاقي اللي يسندك. فبقيتي متعودة انك تكتمي كل حاجة عشان محدش هيفهم انت بتمري بايه، وبتخبي تعبك علشان مش عايزة تشوفي نظرة الشفقة من حد. وللأسف كل ده هيوصلك في كل مرة تدخلي فيها علاقة انك تختاري انك تنسحبي علشان كرامتك، مش قادرة تميزي بين الكرامة والاحتياج اصلا، فبتختاري تنسحبي على الرغم من الحب لانك متعودتيش انك تطلبي. فبتقرري انك تنسحبي لانك ما تعودتيش ان حد يبقى في ظهرك ويساندك، وبتشوفي انك لو قلتي انا تعبانه يبقى ده نقطه ضعف. افهمي بقى انه مش عيب انك تطلبي ومش ضعف انك تقولي انا محتاجه حد يسمعني، وان القوه مش معناها ابدا انك تبقي وتمشي طريقك لوحدك. القوه هي انك تعرفي تقفي قدام نفسك وتعترفي انك مش مستقله، انت بس مش قادره. ابدأي واحدة واحدة واسألي نفسك هل أنا فعلا عاوزة أعيش كده؟ اسمحي للناس إنها تدخل حياتك، مش الكل ولكن حتى لو شخص واحد وأولهم انت. ويا ريت بقى تسمحي لنفسك إنك تكوني متشافة ومسموعة وما تبعديش أي حد يمد إيده إنه يطبطب عليك. وبس كده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. وبس كده أشوفكم في فيديو جديد.